النهارده هكلمكم عن الفيلر. امتى بستخدم الفيلر؟ ايه هو الفيلر؟ ايه نتائجه؟ وايه الحاجات اللي انا متوقعها منه؟ ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتوره شيماء الخولي، دكتوره الجلديه والتجميل والليزر من هيلث كير كلينكس. النهارده هكلمكم عن الفيلر. امتى بستخدم الفيلر؟ ايه هو الفيلر؟ ايه نتائجه؟ وايه الحاجات اللي انا متوقعها منه؟ الفيلر هو عباره عن هيالورونيك اسيد متصنع بطريقه معينه انه يملى الجروف اللي موجوده في الفيس. زي ايه؟ ممكن املى بيه التجويف اللي تحت العين اللي هو بنقول عليه تير تراف فيلر. لما بيكون الناس عندها هالات، الهالات دي نوعها هيكون او سببها هيكون تجويف تحت العين، فدي احسن ريزلت ليها ان انا بحقنها فيلر تحت العين. ايه تاني ممكن اعمله بالفيلر؟ ممكن اعمل تشيك كونتورنج او كونتور للخد وبملى بيه الخد وبرفعه. ممكن اعمل ايه تاني بالفيلر؟ ممكن اعمل اللي هو النيزو ليبيال او خطين الابتسامه، الخطين بتوع الدقن، حقن الدقن نفسه، تحديد الفك، او حقن الشفايف بالفيلر. بيديها سواء فوليوم سواء بيديها نضاره، وساعات وكمان بيديها لون بينك كده، لون حلو، وبيديها نضاره وبتبقى فيها شكل اكتر صحي واشراقه احلى. طيب ايه تاني من فوائد الفيلر؟ الفيلر نفسه بيدي نضاره للبشره وبيدي مرونه للبشره وبيخلي البشره نضره واكثر اشراقا. طيب ناس كتير بتقولي طب تسال ايه هي مشاكل الفيلر؟ الفيلر اهم حاجه فيه ان انت تختاري الدكتور اللي بيحقنك. الدكتور لازم يكون عنده الخبره الكافيه والدرايه الكافيه بازاي يحقن الفيلر ويحقن انهي نوع وانتي محتاجه ايه. الفيلر بيقعد قد ايه؟ بيقعد حوالي 9 شهور. طيب بنات كتير بتسال لما انا الفيلر بعد 9 شهور هيرجع شكلي اسوأ من الاول ولا زي الاول ولا احسن؟ اكيد هيبقى احسن، لان الهيالورونيك اسيد اللي انتي حقنتيه في بشرتك اداكي نضاره، حفز البشره لانتاج الكولاجين بتاعها، واداكي الجلد نفسه شكل صحي اكتر. فده هيخليكي بعد 9 شهور بعد ما يروح تاثير الفيلر ان شكلك يبقى احسن من قبل ما كنتي تحقنيه. اي استفسارات ليكوا عن الفيلر ابعتوا لنا في الكومنت. كنت معاكم دكتوره شيماء الخولي من هيلث كير كلينكس.